ويلكم تو ماي channel. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا اخدكم معايا في فلوج. اول حاجه البارت بتاع المدرسه عدى، صورت لكم منه حاجات يعني لطيفه، مش اليوم كله. بعدين روحت غسلت بشرتي واخدت شاور كده، وهنقعد بقى نذاكر عشان ورانا حاجات كتير. طبعا صليت وكده بس الحاجات دي ما صورتهاش. المهم هنذاكر انجليش، بجد انا مراكمه انجليش كتير. فتعالوا اقول لكم بذاكر منين. اول حاجه بذاكر الجرامر من مستر سامح الامير، بجد بيشرح الجرامر حلو قوي، بيقول كل التريكات. بس انصحكم لو انتوا عايزين تذاكروا جرامر بجد ولسه ما ذاكرتوش خالص، بلاش تسمعوا يعني الفيديو بتاع المراجعه بتاعه، لان معدي تريكس كتير في الجرامر، واحنا اصلا الجرامر بيجي على التريكات دي. فخليكوا في فيديوهات الشرح، هي مش بتكون طويله. ممكن القاعده مثلا بتاعت يونت كامل ساعه او ساعات ساعه الا بالحل بكل حاجه، فبجد حلو جدا. وممكن تعملوه برضو تسرعوه على 2، بحيث لو انتوا في وقت مراجعات او كده. فمستر سامح الامير كجرامر ككلمات يعني بسمعه برضو من اول السنه. بس لو انتوا في فترة مراجعة او كده فبيكون بقى فيديوهات اسمعوا بس النطق بتاع الفوكاب، وبعد كده حلوا عليه. وهقول لكم برضو في نهاية الفيديو مين المدرس اللي انا بسمع منه قراءة الكلمات وحلها وكل حاجة. فبجد الانجليش اصلا مراكمة فيه كتير، فبمشي بالطريقة دي، بسمع الجرامر من مستر سامح الامير واسجله في السكتش بتاعي، وبعدين بحل عليه من كتاب المعاصر واسمع فيديو يعني أأكد على إجاباتي وأراجعها. وهكذا برضو في الفوكاب بنفس الطريقة. فبيغنيكوا فعلا عن السنتر لو انتوا بقى في الفترة دي مش عايزين تنزلوا دروس، او لو انتوا عايزين بقى ايه مدرس كويس جدا على اليوتيوب يغنيكوا عن السنتر. فبجد مستر سامح الامير حلو قوي، وممكن تدعموه بمدرسين بيحلوا معاكوا 2000 من المصدر years اللي انتوا later. بتاخدوه. بارت 1 يونت 4 ليسون 1 و 2 ما حلتش عليهم كتير، بس حليت على الايه المين فوكاب كده او الكي فوكاب. حليت زي 20 سؤال. وباقي الاسئله بصراحه يعني عشان نلحق نخلص فمش هلحق اكملها، كده كده في الامتحانات هحل يعني. فالمفروض اخد بارت 2، بس حاسه نفسي زهقت من الانجليش، فممكن اخد مثلا درس من اللي متراكم عليا في الكيمياء، يكون درس يعني لطيف مش تقيل، وارجع اخد بارت 2. او مثلا بلاش كيمياء عشان حاسه ان هو هيبقى تقيل، فاصل تقيل. ممكن ناخد نحو المصادر عشان حاسه المصادر مش احسن حاجه فيها، وبكره عندي شامل. فيلا بينا. وهقول لكم يعني هعمل ايه معاها، لانها بجد عقدتي، لاني مش بعرف احفظ، يعني بحب الفهم اكتر، فالحفظ بالنسبه لي في النحو والحاجات دي بجد مزعج. فيلا بينا. لسه مخلصه المصادر الثلاثيه والغير ثلاثيه، فتعالى اقول لكم ذاكرتها ازاي. اول حاجه سمعت مستر عمر ياقوت في المصادر. انا عامه بسمع في النحو قناه لسان اللغه العربيه، بحب شرحه جدا، بس بصراحه ما فهمتش منه المصادر قوي. فمستر عمر ياقوت بلجأ له في مثلا في المراجعات، لانه بيكون عامل معسكرات وكده. وفي الحاجات اللي مش بفهمها من قناه لسان اللغه العربيه بلجأ لمستر عمر ياقوت. فبجد الاتنين بالنسبة لي بيكملوا بعض، قناة لسان اللغة العربية وقناة مستر عمر ياقوت. فسمعت المصادر منه، هو كان عاملها على فيديوهين، فيديو للثلاثية والرباعية، وفيديو للخماسية والسداسية، ومعاهم الجزء بتاع المصدر المؤول. فسمعتهم وكتبتهم كده بطريقتي، والى حد ما فهمتهم. اعتمدت على الفهم اكتر من الحفظ، ويعني الى حد ما بقيت بعرف احل عليهم كويس، طبعا هتيجي مع الممارسه. وبس كده خلصت الجزء بتاع العربي اللي انا محتاجاه النهارده. دلوقتي اخد بارت 2 فوكاب عشان اخلص يونت 4 ككلمات كله. ف يعني محتاجه احفظهم، بس حاسه ان طاقتي خلصت، فممكن اخد بريك مثلا شويه وبعد كده ارجع اخلصهم. هما مش كتير، وحاسه ان معظمهم متكرر. جماعه يونت 4 ككلمات انا مذاكراه طبعا قبل كده، بس كنت مذاكراه من ورق المراجعات بتاعه نوفمبر وكده، فما فتحتش الكتاب، لان بصراحه مش بحب اذاكر من الكتاب قوي. بس الانجليش لاحظت ان الكتاب المعاصر حلو قوي، مقسم كل حاجه عليه اسئله، فبدات اذاكر منه. فحلو جدا من المراجعات لما يكون معاكي كتاب تحلي منه وتذاكري في المراجعات، فده حاجه لطيفه. فممكن تحملوا كتاب PDF مثلا وتحلوا الاسئله تاني بايديكوا، دي حاجه حلوه جدا. ولو معاكم بقى بتاخدوا مثلا دروس معاكم مذكرات وكده فبرضو ده لطيف. فعايزه احفظ بقى كلمات ليسون 4 و5 يعني. لما ذاكرتهم في البدايه ما كنتش مذاكره كل الكلمات دي، كنت مذاكراهم من الايه من المراجعه. ففي كلمات كتير وقع مني، فبعمل عليهم ايه زي ريفيجن كده، وبعرف الحاجات الجديده فهحفظهم.
هاخد بس بريك وارجع احفظهم واحل عليهم مثلا شوية. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. خلصتهم بجد، هم سهلين جدا، ممكن مثلا 6 كلمات اللي كانوا جداد عليا او كده. بس عامة حلوين قوي وكلهم متكررين في اليونتس وقبل كده اصلا، ومن اولى ثانوي كمان. فخلصتهم كمان. عايزه اقول لكم حاجه حلوه، لو انتوا مثلا مش بتنزلوا سنتر، او لو انتوا مراكمين وعايزين تتاكدوا من اجابات الاسئله، فعادي ممكن تلاقوا PDF في الاجابات بتاع الكتاب ذات نفسه. بس لو مش فاهمين السؤال ده جه ازاي، او في ترجمه كلمات مش فاهمين حاجات زي كده، ففي مدرس اسمه مستر علي السيد، بجد هو حلو جدا، بيشرح الاسئله بالتفصيل وبيقول لكم يعني، بيجيب ترجمه الاختيارات كلها، ويجيب لكم بقى منها الناون والفيرب ومثلا والادجكتيف كل حاجه. فبجد هو حلو قوي، اسمه مستر علي السيد. دونوا عندكم كده في نوتس اسمه، بجد تحتاجوه جدا. وانتوا بتحلوا، انا حليت معاه الاسئله او اتاكدت يعني من الاسئله، فيعني زودت شويه من الحصيله اللغويه بتاعتي برضو معاه. وبس كده نكون خلصنا الفلوج، خلصنا كده يونت 4 كاملا كفوكاب، وخلصنا كمان جزء بتاع المصادر، وكمان رحنا المدرسة، فده بجد انجاز، فالحمد لله يا رب. هو طبعا مش دايما بكون كده، وفي ايام ممكن بجد ما ذاكرش فيها، ممكن اكون تعبانة، ممكن اكون حاجة، ممكن اخد حتة صغيرة قوي. بس الحمد لله يعني، نحمد ربنا دايما. النهاردة اخدت بارت حلو قوي بالنسبة لي يعني، فالحمد لله. وانتوا كمان يا جماعة خدوا خطوة بقى، لان بجد مفيش وقت. وبس كده، لو الفلوج عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واستناكم في فيديو جديد. سلام.